الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد أمر الله جل وعلا بلزوم القوة في طاعته، فقال سبحانه: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال الله جل وعلا: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ومعنى الأمر بأخذهم ما آتاهم بقوة أي بجد واجتهاد وانقياد وصبر على أوامر الله ورغبة في الطاعة والعمل بما فيه، كل ذلك بحسب المشروع دون زيادة وإفراط ودون نقص وتفريط. قال الله جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال ابن كثير رحمه الله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد وحرص واجتهاد. وقال السعدي رحمه الله: أمره الله أن يأخذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه، وهذا تمام أخذ الكتاب بقوة. وهكذا المؤمن يأخذ الكتاب بقوة. قال الله جل وعلا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. قال السعدي رحمه الله: أي بجد واجتهاد على إقامتها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال النووي رحمه الله: المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه، وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله تعالى، وأرغب في الصلاة والصيام والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. قال القرطبي رحمه الله تعالى في المفهم: وأما من لم يكن من المؤمنين كذلك أي قويا ففيه خير، من حيث كان مؤمنا قائما بالصلوات مكثرا سواد المسلمين، لكنه قد فاته الحظ الأكبر والمقام الأفخر. فهذه المسألة من المسائل التي يفتقر إليها المسلمون في هذا العصر، وهي القوة في طاعة الله جل وعلا. والقوة في طاعة الله جل وعلا لا تستلزم قوة الجسم،
فإن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم إنما كانت تحملهم على تجاوز المصاعب قوة قلوبهم وصلابة أفئدتهم أعد عما يكون من قوة أجسادهم. فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان خفيف الجسم، حتى إنه لما أراد أن يأتي بعود أراك لكي يكون سواكا أزاحت الريح طرف إزاره فانكشف ساقاه فإذا هما دقيقان، فضحك الصحابة رضي الله عنهم، واستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ضحكهم، وهم يقولون انظروا إلى دقة ساقيه وحموشة رجليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إنهما لأثقل في الميزان من أحد. فينبغي على الإنسان أن يلتفت إلى هذا المعنى التفاتا صحيحا، وأن يجتهد في أن يحمل نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى كما أمر الله بقوة، والمدد في ذلك في كل شيء من الله وحده، والذي يمد بالقوة وهو الذي ينعم بالعزيمة الصادقة، ولكن على قدر النية تؤتى، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.